ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما وعدتكم هنتكلم عن اول فيديو لينا باساس علاقتنا بالطفل، وهو احترام الطفل. الاحترام بيبدأ من الاعتراف بان الطفل ليه كيان خاص بيه، وانه شخصية مستقلة تماما عننا، له آراءه وله مشاعره اللي تستحق كل تقدير مننا. الاحترام اننا نسمع الطفل بجدية ونديله فرصة للتعبير عن نفسه بدون التهوين من كلامه او الاستخفاف باللي بيقوله. احترم الطفل بان استخدم معاه كلمات مؤدبة زي من فضلك وشكرا ولو سمحت. ده بيخلي في علاقة متبادلة من الاحترام، يعني زي ما انا هقوله كده هو كمان هيتعامل معايا بنفس الطريقة. الاحترام مش معناه ان انا افرض سلطتي ككبير على الطفل، ولكن معناه ان انا اتكلم معاه او اوضح له الامور بالراحة بشكل يناسب سنه وقدرته على الفهم. الاحترام هو ان انا ما اقللش من مشاعر الطفل حتى لو الموقف يبان لنا بسيط ومش محتاج، لان اي تقليل من مشاعر الطفل بيؤدي على طول ان هو ما يثقش بنفسه. في النهاية عايزة اقول ان احترام الطفل هو اساس بناء علاقة صحية بيننا وبين اطفالنا. لو بدأنا من دلوقتي ناخد قرار ان احنا هنحترم اطفالنا، اضمن لكم علاقة صحية ما بينكم وما بين اطفالكم مهما كان في مناوشات وفي حاجات بتحصل اخطاء. لكن لما تكون علاقتنا اساسها الاحترام دايما بيكون في اساس نقدر نرجع له معاهم. اتمنى تشاركوني ارائكم وتجاربكم في التعامل مع الاطفال، وانا هكون سعيدة جدا بتبادل الافكار معاكم، واشوفكم المرة الجاية.